جماعه انا اشتريت النوته دي من عند بتاع النوت. نوته حلوه جدا والورق بتاعها حلو جدا وملمسه جميل جدا خالص قوي مش معقول، وسعرها كمان رخيص قوي يا شباب، رخيص جدا. وعمه اللي اداها لي قال لي هعمل تخفيض 50% لاي حد هيشتريها. شفت الكلمتين اللي قلتهم دول؟ اقدر اخد عليهم 1000 جنيه او 2000 جنيه، وانت كمان تقدر تاخد عليهم نفس الفلوس دي لو اشتغلت النهارده في مجال اسمه اليو جي سي، وده مجال ظهر في مصر وبقوه وبقى منتشر جدا، واكيد انت ممكن بنسبه كبيره سمعت عنه. فيعني ايه يو جي سي يا طارق، وازاي ادخله، وازاي ابدا اكسب الفلوس اللي انت بتتكلم عنها دي بالطريقه السهله الحلوه الجميله دي؟ يبقى دلوقتي لو عايز تعرف تفاصيل اكتر يبقى لازم تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليه باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. يو جي سي مصطلح بقينا بنسمعه كتير جدا، وهو صديقي معناه إن إزاي تحول المحتوى اللي أنت بتعمله لفلوس تقدر تمسكها في إيدك، بس بشرط إنه يكون المحتوى ده اللي عامله مستخدم مش صانع محتوى. يعني هم مش عايزين طارق واللي زي طارق اللي عندهم الاف المتابعين، ده عايزين الناس اللي زيك اللي محدش يعرفها غير امها وابوها، وابوها يمكن بتلخبط في اسمائها كمان. هي دي بالظبط الناس اللي هم عايزينهم، وعايزين يدوهم فلوس مقابل الحاجات دي. طب ليه عملوا كده يا صديقي؟ لان للاسف صناع محتوى كتير النهارده فقدوا المصداقيه بتاعتهم. كل شويه تلاقي طارق خارج يقول لك الساعه دي جامده ومفيش منها اتنين وب 3000 جنيه بس يلا اشتروها، النوته دي مفيش منها 300 في البلد واسعارها مش عارف ايه يلا اشتروها، وهي اصلا الورق بتاعها طالع عينه والساعه دي اصلا بايظه وانا اصلا راجل نصاب وبضحك عليكم. فللاسف صناع محتوى كتير جدا فقدوا مصداقيتهم بسبب الاعلانات دي. فالشركات بقت تقول لك انا دلوقتي بروح لصانع المحتوى اجي اكلمه يقول لي انا محتاج 10000 و20000 جنيه، وفي الاخر بيعمل لي اعلانات الناس ما بقتش تثق فيها. فانا بدل ما اروح لصانع المحتوى ده اروح للزبون، اجي لطارق اللي هو ولا صانع محتوى ولا عنده قناه يوتيوب ولا يعرف اي حاجه في صناعه المحتوى، واقول له بقول لك ايه يا طارق، انا عندي الساعه دي هبعتها لك هديه مني ليك ببلاش، خدها وجربها. بعد ما تجربها اعمل فيديو واطلع قول يا جماعه الساعه دي انا لما لبستها لقيتها مريحه للايد، ولقيت ان الزوايا بتاعتها كويسه والمرايه بتاعتها جامده، وحاولت اكسرها ما اتكسرتش، ونزلتها في المايه ما غرقتش، والكلام الحلو ده. وهنديك يا طارق مقابل الفيديو اللي هتبعته لنا ده 1000 او 2000 جنيه، وكل ما تكون احترافي اكتر في الفيديو بتاعك وفي مصداقيه اكتر هنديك فلوس اكتر. فياخدوا الفيديو بتاعك ده صديقي وبعد كده يبداوا ينزلوه على الصفحات بتاعتهم، فالناس تبدا تشوفهم وتشوف ان في ناس تانية جربت المنتجات دي وبتشكر فيها ومش صناع محتوى ولا حاجه ولا ناس كذابين، فيلا نروح نشتريها زي ما الراجل ده راح اشتراها وجربها وعجبته. هتيجي زميلتنا هنا في القناه اللي تقول لا معلش يا طارق انا اسفه انا اهلي صعايده ولو عملت فيديو من الكلام ده خلاص هينتهي امري. هقول لك ان انت اصلا مش مطلوب منك تظهري بوشك. اليو جي سي ملوش علاقه بقى تظهر بوشك بمناخيرك بعينك بشعرك، المهم في الاخر ان الاعلان ده يتعمل. في ناس ممكن تجيب الساعه دي وتقعد تصور فيها كده وتجيبها من اليمين وتجيبها من الشمال وتقول عليها احلى كلام، ولا وشها ظهر ولا اي حاجه. شوف انت تقدر تعمل الفيديوهات دي ازاي واعملها باي طريقه، المهم انك تقدر تعملها. لما تقدر تعملها يبقى انت كده دخلت مجال اليو جي سي. الف مبروك. قبل ما اكمل بقى واقول لك الباقي، هو انت نزلت عملت لايك وعملت سبسكرايب؟ انزل يا صديقي اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس، ولو كملت الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 33 عشان دي كلمه السر اللي هتعرفني مين صحابنا اللي كملوا الحلقه لغايه هنا ومركزين كده ومصحصحين وما تاهوش مني، لان الكلام اللي هقوله لك دلوقتي كلام اهم بقى، فركز وصحصح معايا. كتبت 33؟ يبقى يلا بينا تعالى نكمل. حلو قوي يا طارق الكلام اللي انت لسه قايله لي دلوقتي، بس كلمني اكتر عن مميزات الموضوع ده، انا هستفيد ايه؟ اول حاجه صديقي ان الموضوع ده هيكسبك فلوس. انت مش مطلوب منك 20000 متابع و30000 متابع، ده انت تقدر تشتغل بالامكانيات اللي معاك دلوقتي وبالاثنين اللي متابعينك عندك في الفيسبوك عادي. تاني ميزه يا صديقي ان في مرونه كبيره جدا في الشغل، انت مش مطلوب منك تروح الشركه ولا تروح مقر معين ولا مكان معين، انت ممكن تصور في بيتك، ممكن وانت في خروجه مع اصحابك تفتح الموبايل بتاعك وتصور. في مرونه عاليه جدا يا صديقي، المهم ان انت تعمل الفيديو ده بالشكل اللي انت تحبه. وكمان محدش هيقدر يفرض عليك منتج معين لازم تعمله، انت بتشتغل بمزاجك. المنتج ده عاجبني هعمل عنه، المنتج ده مش عاجبني ما اعملوش. يعني ممكن شركه دلوقتي تبعت لك الساعه دي هديه وتقول لك اعمل لي عنها اعلان يا طارق، والساعه دي ببلاش وهنديك 1000 جنيه. طارق جاي يستخدم الساعه دي لقاها اي كلام ووحشه جدا، يقول لهم بصوا انا مش عامل اعلانات، عايزين تاخدوا الساعه خدوها، عايزين تسيبوها هديه تمام، بس انا مش عايز ال 1000 جنيه ومش عامل الاعلان ده. بمزاجك عايز تعمل اعلان تمام، مش عايزه مش معنى ان هو بعت لك الساعه يبقى انت خلاص كده لازم تعملها، لا ممكن عادي ترجع له الساعه او تقول له دي هديه، فانت اعطيتها لي هديه رجعها لك ليه؟
انا مش هاخد ال 1000 جنيه اللي احنا اتفقنا عليه. دي حاجات بقى تقدر تمشيها انت بالشكل اللي يناسبك انت، محدش هيغصب عليك اي حاجه. والميزه اللي هفضل اقولها لك مره واثنين وثلاثه طول الفيديو ان انت مش محتاج يكون عندك جمهور ضخم، مش محتاج تكون صانع محتوى، لان هم اصلا مش عايزين صانع محتوى، هم عايزين الناس العاديه الطبيعيه اللي زي حضرتك وزي حضرتها. حلو يا طارق الكلام ده، انا اتحمست جدا جدا جدا. قول لي بقى ازاي ادخل مجال اليو جي سي ده. اول حاجه يا صديقي لازم يكون عندك بورتفوليو، يعني سابقه اعمال. انا كشركه عشان ابعت لك منتج هديه واقول لك اعمل لي عنه اعلان ويلا هديك 2000 جنيه ولا 3000 جنيه، لازم اتاكد اصلا انت بتعرف تعمل الاعلان ده. فانت دلوقتي قوم هات نوته من اللي عندك على كتاب من اللي عندك على ساعه وجرب كده هو انا لو عملت عنهم اعلان هيبقى عامل ازاي، وجهز معاك 3 4 فيديوهات. اي حد هتتعامل معاه وريه الفيديوهات دي انت بتعمل اعلانات ازاي. لما هيشوف شغلك هيعجبه هيبدا يتفق معاك. لكن انا لو دخلت قلت لك يلا يا طارق اعمل لي اعلان وريني حاجه كده من شغلك اللي قبل، لا ما عملتش قبل كده انا عايز ابدا معاك. طب يا عم طب وريني هتعمله ازاي، هنشوف ان شاء الله. ابعت لي انت بس الفلوس وابعت لي الحاجه ومالكش دعوه. طبعا مفيش حد هيقدر يتعامل معاك وهو ما يعرفكش ولا يعرف انت تعرف تعمل له الاعلان ده ولا لا. فاول حاجه جهز سابقه اعمال ليك. تاني حاجه صديقي اعتمد في البدايه على الادوات المجانيه. عايز تعمل تصاميم وصور وحاجات كويسه وبراقه في الاعلان بتاعك استخدم تطبيق زي كانفا. عايز تعمل مونتاج للفيديو بتاعك بادوات سهله ومجانيه استخدم كاب كات، او لو معاك لابتوب استخدم دافينشي او ان شوت او اي تطبيق او اي حاجه تفيدك يا صديقي وتعرف تستخدمها. استخدم ادوات ذكاء اصطناعي زي ان هم يكتبوا لك سكريبت لو انت مش عارف تقول كلمتين على بعض في الفيديو زي شات جي بي تي. ادوات تانية مجانيه كتير جدا يا صديقي، لو عايزها انزل اكتب لي تحت في التعليقات كلمه ادوات، وانا لو لقيت اقبال كبير جدا هبقى انزل لكم الادوات دي كلها في فيديو شورت كده قصير هجمع لك فيه كل الادوات اللي انت هتحتاجها لو دخلت مجال اليو جي سي. انا عنيا الاثنين ليكم يا صديقي طول ما انتم بتدعموني وعاملين كده لايكات حلوه وتعليقات جميله وبتشجعوني كده وبتفرحوني. بعد كده ثالث حاجه انك تبدا تدور انت على الشغل بتاعك، ما تستناهوش ان هو يجي لك. طب ادور فين يا طارق؟ في دلوقتي جروب معمول على الفيسبوك متخصص في اليو جي سي، تدخل الجروب ده هتلاقي فيه ناس كتير جدا بتعمل جوه فيديوهات توريك بتعمل يو جي سي ازاي. ادخل واتفرج على الفيديوهات دي وابدا اتعلم منهم وابدا قلدهم وشوف هم بيعملوا الاعلانات ازاي وابدا اعمل زيهم. وبعد ما تتعلم ابدا بقى الحاجات اللي انت صورتها في البيت عندك ابدا نزل الفيديوهات بتاعتها على الجروب ده كمان، لان كل الشركات اللي عايزه ناس يو جي سي بتدخل على الجروب ده وبتتفرج عليه، والناس اللي بتعجبها هي اللي بتدخل وتكلمها وتخليها تعمل لها. خلي بالك ان الناس دي مش لازم يكونوا شركات، ممكن يكون حد بيبدا البراند بتاعه او المشروع بتاعه ومش معاه فلوس ان هو يروح لطارق صانع المحتوى اللي بيطلب 50 و60 الف جنيه، فعايز واحد عادي هياخد 1000 ولا 2000 جنيه او ياخد مثلا الحاجه دي جيفت هديه مقابل الاعلان ده. فادخل انت بس وتوكل على الله وتعلم والدنيا هتمشي. طبعا الجروب ده يا صديقي انا هسيب لك الرابط بتاعه تحت في وصف الفيديو، الكلام اللي تحت الفيديو، وهتلاقي فيه مقاله كمان هتشرح لك كل حاجه وتبسط لك كل حاجه. من الاخر انا عنيا الاثنين ليك يا صديقي، طول ما انت هنا بتدعمني ومتابع الحلقات بتاعتي وبتعمل لي لايكات كده وبتدلعني انا كمان مش هحرمك من اي حاجه. من الاخر يا صديقي اليو جي سي هي فرصه جديده ولسه ظاهره طازه، فاللي بيبدا الترند من اوله صديقي هو اللي بيعدي الكل، فدي حاجه جديده فالحقها وهي لسه بتتولد عشان بعد فتره نلاقيك من اكبر الناس اللي بتعرف تعمل يو جي سي في مصر. ووقتها يا صديقي افتكر اخوك وادعي له دعوه حلوه، او افتكر اخوكي وادعي له دعوه حلوه. انا ملاحظ ان ما شاء الله الرجاله هنا 70% والبنات 30%، انتوا قله قوي في القناه، فانا هحاول اوجه لكم كلام شويه في فيديوهاتي عشان تزيدوا. ما انا حاسس ان احنا كلنا بقينا رجاله في بعض، وده بسبب ان انا اغلب كلامي بيبقى موجه للرجاله، ففي بنات كتير قوي بتتضايق وبتكتب لي في التعليقات طارق هو احنا بنتفرج على الفيديو انت ليه بتكلم الرجاله بس؟ انا كمان بكلم الرجاله والبنات وكل الناس اللي بتتابعني فوق راسي. ان شاء الله كلكم هتنجحوا، وان شاء الله برضو كلكم هتنزلوا دلوقتي تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب لو ما عملتوش، ولو كملتوا الحلقه لغايه هنا انزلوا اكتبوا لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي للنهايه. لو عندك اي سؤال او اي استفسار او حاجه مش فاهمها قوي اكتب لي تحت في التعليقات وانا عنيا الاثنين ليك يا صديقي هبدا افهمها لك واحده بواحده، او لو محتاجه فيديو جديد هعمله لك. اتمنى بجد تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه، تكون انبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.